هعمل طريقة صينية الفراخ بالبطاطس حكاية. تعالوا نشوف طريقتها ازاي. طريقتها سهلة جدا واحلى صينية بطاطس هتدوقوها. هيبقى اول حاجة معانا فرخة حلوة كبيرة كده. دلوقتي هنقطعها قطع صغيرة، وبعد ما قطعت الفرخة بالطريقة دي تعالوا نشوف هنتبلها ازاي. والبطاطس قطعتها، وبصل وطماطم وفلفل اسمر وملح وبابريكا وتوم وقرنين فلفل احمر سبايسي كده عشان يخلوا صينيه البطاطس لها طعم حلو. الطريقه دي بتخلي صينيه البطاطس في حته تانية. تعالوا نشوف هنتبل الفراخ ازاي وهنتبل البطاطس ازاي. اول حاجه جبت الكبه، وهجيب البصله اللي هي بتاعه الفراخ. هتبل تتبيله الفراخ الاول. احط البصله هنا في الكبه، احط عليها الثوم، احط عليها قرنين فلفل احمر كده اللي انا مقطعاهم، حبه طماطم اللي احنا مقطعينهم الحلوين دولت، نحطهم في الكبه كده وهنضرب. اجي اجيب الفلفل، احط حبه فلفل كده، حبه بابريكا، حبه ملح، ونرجع نعملهم ميكس مع بعض. عملت الخلطه اهي، حطيت الطماطم والبصل والثوم والتوابل بتاعه الفراخ. هاجي اخد الكلام الجميل ده كله انزله على الفراخ تتبل نص ساعه. التتبيله مع الفراخ قبل ما احطها على البطاطس تحت كده في الصينيه. وبعد كده البطاطس كده هاخد حبه من الخلطه اللي انا عملتها للفراخ بالطريقه الحلوه دي، وارجع احط حبه ملح بس صغيرين، حبه فلفل وحبه ملح، ونخلط الكلام الجميل ده كله مع بعضه قبل ما نحط الفراخ. بصوا يا حبايبي، تبلت البطاطس بالبصل بالخلطه اللي كنت عاملاها للفراخ حكايه، ريحتها تجنن. والفراخ بعد ما قعدت سبتها في التتبيله نص ساعه هاجي احطها على البطاطس حلوه قوي، وهرصص بالطريقه اللي انتوا شايفينها الجميله دي. هتشوفوا هنعمل ايه كمان بقى عليها. هنحط عليها شرايح الزبده والبصل والطماطم. خليكم معايا. بصوا بقى جمال الصينيه لما خلصت. هحط بس شرايح الزبده وهندخلها في الفرن. بطاطس جاهزه بالطريقه الحلوه دي هندخلها الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن تعالوا نشوف عملناها ازاي. والفراخ كده بعد ما طلعت من الفرن شكلها تحفه وريحتها تجنن. يلا بالهنا والشفا. ولو عجبكم الطريقه ما تنسوش تعملوا لي لايكات. عملت جنبيها رز بالشعريه الجميل ده، واحلى بطاطس بالفراخ هتدوقوها. يلا بالهنا والشفا.